لكم تاني. اقفل النور بس. خلاص بقى ايه، انا جهزت البصله وقشرتها وغسلتها بحيث ان انا لما اطلع اعمل على طول، افرمها على طول واعمل اللحمه المفرومه. وهنا طلعت الحلل اللي هسلق فيها المكرونه واخدع فيها وكده يعني ايه، عشان ايه تبقى جاهزه برضو معايا. وادي كده المطبخ خلاص خلص الحمد لله اهو زي ما انتوا شايفين اهو. وهنزل بقى اجيب الحاجه عشان ايه اطلع اعمل الغدا، عشان هي في الشغل يعني وكده بترجع متاخر. انا بقى اليومين اللي انا قاعداهم هنا بقى كده ايه اعمل حاجه يعني. احنا قاعدين بغير جو هنا، الجو هنا جميل. اوريكم برضو منظر الروف. بصوا بنتي بقى هنا القعده هنا ساعه الغروب ساعه المغرب. انا هحاول انزل اجيب الغدا بدري عشان ساعه المغرب اجي بقى ايه اعبي الصواني هنا في الروف هنا. اقعد بقى ما يكونش فيه شمس. دلوقتي الشمس حاميه جدا جدا يعني ما بطيقش ان انا اخرج بره هنا في الحر ده، بس الشمس تهدى شويه وهنزل بقى اجيب الحاجه عشان خاطر ايه الحق اعملها قبل ما الجو يضلم يعني في الطراوه هنا بالليل. بس هنا بقى الصاله لما كنت مروقاها امبارح بصوا زي ما هي الحمد لله نظيفه. ما كنت مروقه امبارح بقى بقينا ايه اي حد من الولاد يقعد ولا كده نزعق له نقول له لا اقعد جوه في الاوضه جوه. زي الترابيزه دي عشان كنا بنفطر فهمسحها دلوقتي. رجعت لكم تاني لسه طالعه دلوقتي حالا. جبت بقى ايه الحاجه اهي. جبت لي ايه عشان اتسلى كده وانا قاعده. بحبه قوي جدا مش عارفه ليه بحبه هو والاندومي. بتجيلي كده هفه ان انا لازم اكل. ماشي. وجبت بقى ايه مكرونه. وكان في هنا مكرونه برضو شويه صغيرين بس جبت عليهم كيلو. وجبت ليمون. وجبت ايه خيار جزر. وجبت طماطم. وجبت اللبن اهو. جبت كيلو ونص لبن عشان نعمل كده ايه شوية بشاميل حلوين تقال كده حلوين. وجبت اللحمة المفرومة. وجبت فلفلاية كان تكملة الميزان بتاع الجزر فرحت قلت له اديني بدلها فلفلاية بس كده. وجبت صابون سائل بس. نبتدي بقى مع بعض الاكل كده على السريع عشان ايه عاوزه قبل ما الدنيا تضلم اخش الروف ونقعد كده نعمل البشاميل صينيه البشاميل في الروف. هنا هعلق الميه على المكرونه. عامله كده الحله دي ميه عشان احط المكرونه فيها تتسلق خلاص. وهنا بقى هعمل هغلي اللبن. لا انا مش هغلي اللبن، انا هحط اللبن هيتغلي في قلب البشاميل خلاص كده. انا ايه بسم الله. احط بقى الزيت سمنه اشيله على الحله. احط المكرونه هنا بسم الله الرحمن الرحيم. 3 معالق كده كبار حلوين سمنه ماشي. نجيب الدقيق. معلش للاسف انا بستنى مش معايا. احط ايه 3 معالق كبار 5 معالق كبار 2 3 4 5 6 انا هحطهم كلهم. بصوا اهو عشان مش هكتر. انا حطيت حوالي من 3 معالق سمنه فحلو قوي كده مش هكتر بصراحه. مش هكتر السمنه كتير. اتفضلوا معايا بصوا بحبه قوي كده. لازم تجيب ستاند. انا جبت هنا بقى الستاند حطيت التليفون.
عشان انا جهزت البصل من قبل ما انزل كان لازم معايا بس ايه مفهوم خلاص بس مفهوم بقى ايه اللحمه مفهوم معايا هو بحط الملح وبحط اللحمه وبحط دي انا هعمل دي اهو تمام لازم اللحمه يبقى نقصه وما يتعيش معانا بتاكل معايا من تحت خلاص كده كده طريقه اللحمه المفرومه دي بتاعت البشاميل جميله جدا جدا بتخلي اللحمه المفرومه بتاخد فرمه والميه بتحتفظ بالميه بتاعتها كل الميه اللي مالهاش لازمه فيها بصوا بس بقى ايه انا مش هقلبها كتير انا بس بفكها بس كده من بعضها عشان يبقى كلها تاخد لون واحد اهو واول ما تاخد لون واحد والميه دي تنشف هروح بقى احط عليها الفلفل الاسمر والملح اخر حاجه والبهارات بتاعتها. بصوا الميه اللي نازله منها دي الميه اللي نازله منها هسيبها بس تتشربها وبعد كده احط البهارات بتاعتي والبصله. بصوا انا هنا هعمل ايه هشيل اللحمه المفرومه دي خلاص كده هركنها على جنب عشان انا عاوزه احمر البصله لان لو انا حطيت البصل عليها كده مش هتاخد لون. خلاص بقى انا هشيل بقى اللحمه المفرومه كده خلاص اصفيها وهدلق بالبصله تاخد لون وبعد كده ادلق عليها ايه اللحمه المفرومه. حلوه قوي قوي يعني جربوها بصراحه جميله. انا طرقت البصله اهو هدلقها بس ممكن شويه ايه كمان انا هنا بقى حطيت البصل مع انا للاسف قعدت ادور على مبشره عشان اقشر البصله اقشر الجزره ما لقيتش مبشره فقطعتها بقى قطع صغيره كده مش مشكله بس هي تدي قيمه غذائيه يعني كده. احط بس النار بقى ايه ضايفه اسمها ايه المكرونه اللحمه المفرومه هضيف اللحمه المفرومه بقى عليها. عارفين بقى ايه احنا بنتصل اللحمه غاليه جدا فجبت ربع بس يعني الحمد لله على كل حاجه. احنا عملنا هنا كتير برضو ايه بقصها كده هعصر الطماطمتين دول واضيف عليهم. اهو بربع كيلو لحمه مفرومه ان شاء الله هعمل صينيتين مكرونه بشاميل. احط بقى عليها البشاميل وبس هنخش بقى الروف هبحط عليها البشاميل اللي هناك في الروف الهواء كده بقى والجو الجميل اللي جوه. رجعت لكم تاني من الروف.
جيت هنا بقى في الهواء الطلق بعمل لكم المكرونه البشاميل من الهواء الطلق. هجيب بقى الصينيه بتاعتي كده اهو، مكرونه سخنه جدا، ترابيزه بترقص. هجيب بقى ايه، هدهن الصينيه كويس جدا عشان الصينيه دي صاج، وانا هدخلها الفرن اللي هو الصغير، عارفين اللي هو الكهرباء، فمفيش صينيه كبيره بتخش في الفرن الكهرباء ده، لان عندها الفرن اللي هو العادي ده، اللي هو انا لما اجيب لكم دي كده، الفرن اللي هو بتاع البوتاجاز بعافيه شويه، فعندها بقى الفرن الكهرباء ما بيخشش فيه اي صينيه كبيره، فبقى حطيتها بقى في الصاج دي، فبدهنها كويس جدا عشان ما تلزقش. عارفين الصاج بيلزق فيه الحاجه وساعات بيشيط كمان، بيشيط الاكل، فبدهنها كويس جدا. ونحط كمان كبشه، بس اقلب دي كده. انا بحبها المكرونه البشاميل اللي بحب احط لها بيضايه، بس ما لقيتش فيه بيض، فقلت بقى مش مشكله، صغيره ملح، حط بس دنشه بسيطه. عاوزه اقول لكم بقى القعده هنا ساعه بعد ما الشمس بتغرب، القعده هنا ما شاء الله ربنا يبارك يا رب، جميله جدا. وتقعدي كده وتخلي كده في السما وتبصي للسما، منك للسما على طول. يعني بصوا انا عاوزه اوريكم المنظر. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا منك للسما على طول، فالواحد بقى كده بيخلى مع ربنا، يقعد بقى يسبح، يقعد يستغفر ربنا. فالقعده هنا جميله جدا. انا بحب الادوار العاليه عامه، بس اللي فيها اسانسير. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك لها في بيتها يا رب وفي شقتها، هي طيبه وغلبانه تستاهل كل خير بصراحه يعني. ربنا يبارك لها في ابنها، هي عندها ابن وحيد، ولد وحيد، هي اللي بتربيه. ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، ويحفظ لها ابنها يا رب. انا عاوزة اقتصد في البشاميل، عشان عاوزة بقى كده ايه، اغرقه بشاميل من فوق. احط بقى ايه البشاميل، هدلق كده البشاميل براحتي. طبعا هنا عشان الترابيزه دي الوحيده اللي هنا، فاحنا بقى ايه هنعمل كده. بصوا انا هعمل دي. بسم الله. بس ايه، اخد الحبه اللي نزلوا دول، بس كده. طبعا انا بعتذر عن صوت العربيات، لان هي على الشارع على طول، فهنا العربيات بصراحة صعبة خالص، مفيش حاجة بتكمل الحمد لله. مين يصدق ان ده ربع كيلو لحمة مفرومة، البركة من عند الله. فاحنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونرضى بالقليل، ربنا هيبارك ويحل زادنا. وحد اتريق يقول له هي دي كمية، كل دي كمية لحمة مفرومة مكترة بصل، فربنا يبارك في القليل ويحل الاكل يا رب. نسميها خضروات، ما نسميهاش لحمة مفرومة، يعني نقول ايه، صينية مكرونة بالخضروات، صح كده؟ صينية مكرونة بالخضروات، ما نقولش ايه لحمة مفرومة.
مش بقول لكم البركه من عند الله. اهو هعمل لدول بقى في يعني في قد صينيه كده صغنونه خالص او سلطانيه، هشوف عندها كده سلطانيه صغيره. سلقت شويه المكرونه الباقيين فهحطهم بقى على دول اهو بالميه بتاعتهم. الميه بقى نزلت النشا، المكرونه نزلت النشا في قلب الميه فبقت عامله زي البشاميل. هقلبهم في بعض بقى. نرجع بقى المطبخ بتاعنا. ادي اهي صينيه مكرونه بالبشاميل دي، ولا مش مكرونه بالبشاميل؟ خلصت اخيرا المكرونه. الفرن دوخني بصراحه، بطيء جدا اللي هو بالكهرباء. هدخل بقى الصينيه دي بقى تستوي على مهلها براحتها خالص. احنا بقى هناكل دلوقتي الصينيه دي. وده بقى عملت عصير ليمون، بصوا بقى باللبن جميل بالنعناع. الفوم بصوا طالع ازاي، جميل جميل جميل، حلو جدا. عصير الليمون بالنعناع ده باللبن بالنعناع جميل جدا. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.